السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وبنص كيلو لحمة بس كمية كبيرة من البرجر الاقتصادي بإضافة مكون مميز جدا هيضاعف معاك الكمية وهيحتفظ بنفس الطعم بالظبط زي البرجر بتاع بره ويمكن أحلى كمان، وهتعملي أحلى سندوتش برجر في بيتك زي المحلات بإضافات مميزة وصحية هتخليه زي الجاهز وأحلى بمكونات جوه بيتك وبأي حاجة موجودة في تلاجتك. ونسمي الله ونصلي على الرسول وهنبدأ الفيديو بتاعنا. وهنفرم بصلتين كبار زي ما احنا شايفين كده فرم ناعم، ونيجي بقى بالمكون المميز جدا اللي هنضيفه على البرجر بتاعنا. هنضيف كوبايتين كبار من بروتين الصويا، وبروتين الصويا اللي معانا في الصورة ده مختلف جدا جدا عن فول الصويا، ده نسبة البروتين فيه عالية جدا وكمان عشان بيعتبر بديل للبروتين الحيواني. احنا هنعاير كوبايتين منه كبار وهو لسه ناشف، وبعدين هننقعه في كوبايتين من المية السخنة مسافة ربع ساعة. هنلاقيه زاد جدا بمقدار كوباية، يعني الكوبايتين هيبقوا معانا 3 كوبايات. وهنفرمه بقى كويس جدا زي ما احنا شايفين كده مع البصل، فرم ناعم جدا. وبعد كده هنطلعهم بقى في بولة كبيرة زي ما احنا شايفين، وهنضيف عليهم كمية اللحمة بتاعتنا اللي هي نص كيلو. والنص كيلو بتاعنا ده اللي معايا اللي انا استخدمته النهارده هو نص كيلو لحمه صافي ما فيهوش نسبه دهون. وهقول لكم هنعالج الجزء ده ازاي. نيجي بقى للتوابل بتاعتنا: ملح وفلفل وبهارات لحمه وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وبهارات البرجر. بهارات البرجر دي هتلاقيها عند اي عطار. وهنعجن بقى كويس جدا جدا. وبعد ما تعجني يفضل اكتر انك انت تحطيها تاخديها لفه في الكبه بتاعتك. وعشان انا اللحمه بتاعتي ما فيهاش نسبه دهون حطيت معلقه سمنه كبيره، وبرضه هفضل اعجن لحد معلقه السمنه بتاعتي ما تتخلط كويس جدا مع كميه اللحمه اللي معايا. وزي ما قلنا لما اخدها لفه في الكبه هتصبح عندي بنفس الشكل ده كده، وطريه جدا ولينه زي العجينه، وكل المكونات هتندمج مع بعضها كويس جدا. شايفين ما شاء الله كلها بقت مندمجه ازاي. وبعد كده هنضيف في الاخر معلقه كبيره من الملح ومعلقه ممسوحه كده من البيكنج باودر. وهنخلط بقى الخليط ده الملح مع البودر مع اللحمة بتاعتنا لحد كلها ما تختفي. وهنحطها بقى في التلاجة ترتاح لمدة ربع ساعة. وبعد كده هنحضر سطح العمل بتاعنا، وهقول لكم بقى على طريقة تقطيع مختلفة جدا هتوفر معاكي وقت كبير، وكمان هتوفر معاكي انك انت تستغني عن مكبس برجر او انك تحطي في غطا علبة ولا حاجة وياخد معاكي وقت كبير في التقطيع. هجيب كيس نايلون زي ما احنا شايفين كده وهدهنه بنقطة بسيطة من الزيت، وهنزل عليه باللحمة بتاعتي بنفس الطريقة دي كده. وهجيب كيس كمان وهحطه على سطح اللحمة. وبعد كده هبطط بقى كويس جدا، تبططي بإيديكي تبططي بفرادة بأي حاجة عندك لحد ما تفردي بالسمك اللي انت عايزاه. وهتجيبي بقى طبق كده زي ما احنا شايفين مدور أو غطا علبة المتاح عندك وبنفس المقاس اللي انت عايزاه، يعني مش شرط كبير أو بنفس الحجم اللي بيتباع بره، انت هتقطعي بالحجم اللي يناسبك وبالسمك كمان اللي يناسبك ويناسب أفراد أسرتك. زي ما احنا شايفين أنا قطعت بالسمك ده مناسب جدا معايا، وكمان لما يستوي لازم هيكش شوية فهيصبح حجمه مناسب جدا. شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا وحجمها وسمكها مناسب جدا جدا. هنقطع بقى باقي الكمية اللي معايا وهخرج منها قطع من البرجر على قد ما اقدر، والم كل البواقي من اللحمة واعيد تشكيلها تاني لحد ما اخلص كل كمية اللحمة اللي معايا. البرجر اللي معايا دي بقطعة اللحمة اللي أنا حطيتها يعني نص كيلو لحمة على الكوبايتين من دين الصويا طلعوا لي حوالي 18 قطعة من البرجر. ودي طريقة التفريز اللي أنا فرزته بيها بين قطعتين من أكياس النايلون، أكياس التلاجة العادية جدا. حطيت قطعة من تحت وقطعة من فوق عشان يبدأ يتغلف معايا بنفس الطريقة دي، وأبدأ أخرجه بكل سهولة واستعمله بعد فترة. وعلشان أسوي البرجر بطريقة صحيحة ويكون مستوي من بره ومن جوه لازم أنزل بيه على طاسة سخنة ومدهونة بسيط جدا، وكل وش منه هياخد حوالي 3 دقايق زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة دي. وأقلب بالراحة جدا لحد الوش من فوق ومن تحت ما يتحمر وياخد معايا اللون الجميل ده. وقد ايه طعمه بيبقى مميز جدا وريحة التوابل فيه طالعة حلوة جدا جدا، أحلى كمان من البرجر اللي بنشتريه من بره. وعلى فكرة يا بنات الحجم كمان مناسب جدا والسمك اللي احنا عملنا بيه مناسب جدا جدا، وهيطلع لي كمية كبيرة يمكن تكفيني لو أنا أسرة 6 أفراد هتكفيني على مرتين. نيجي بقى للساندوتش المميز بتاعنا. هتجيبي أي عيش للبرجر أو أي عيش كايزر
وهتفردي شوية من التومية، طبعًا التومية هنقول طريقتها إن شاء الله في فيديو منفصل، وهتحطي عليه ترانشات من الطماطم وبينها طبقة من التومية وعليها الخس بتاعنا، ده المتاح اللي ممكن تحطيه وهيطلّع لِك ساندويتش جميل جدًا. لو عندِك شرايح من الجبنة الشيدر، لو عندِك الجبنة السايحة، لو عندِك كاتشب، لو عندِك مايونيز، أي إضافة عندِك في تلاجتِك متاحة ممكن تضيفيها. مش عندِك وعندِك ده المتاح الطماطم والخس، لو عندِك خيار مخلل كمان هيبقى تحفة جدًا مع البرجر بتاعنا، هيبقى جميل جدًا. وكفاية بس إن أنتِ عاملاه في بيتِك ونضافة بيتِك وحاجتِك ومكوناتِك من جوّه تلاجتِك. شايفين ما شاء الله الطبق عامل إزاي؟ وشكل ساندويتش البرجر أحلى كمان من بتاع برّه، وهتفاجئي بيه أولادِك إنِّك أنتِ عملتِ لهم كمية كبيرة هتشبعهم جدًا. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، أتمنى الطريقة دي تعجبكم، وأتمنى إن أنتم تشيروا الفيديو كل أصحابكم وحبايبكم. أتمنى بقى تنزلوا تعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد من وصفات القناة. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.